أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنحل مع بعض التقييمات الأسبوعية للأسبوع الأول للصف الأول الإعدادي. أول حاجة هنبدأ بيها للأداءات الصفية. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. يعني اختار الإجابة الصحيحة طبعا من A أو B أو C أو D. نمبر 1 بسمة shared يعني بسمة شاركت. Here travel نقط يعني travel السفر. with here classmates مع زملاء الفصل. She had many adventures وكان لديها الكثير من المغامرات، يعني عملت الكثير من المغامرات. يبقى travel فوريامز اللي هي المنتديات ولا experience ولا experiments ولا materials. طبعا travel experience يعني خبرات السفر، يعني بسمة شاركت خبرات السفر مع أصدقائها في الفصل. She had many adventures وكان لديها الكثير من المغامرات. نمبر 2 It's important من المهم to نقط water، من المهم نقط الماء. To save water ولا learn water ولا think water ولا waste water. طبعا من المهم أن نوفر الماء، يبقى save water يعني يوفر الماء، عكسها اللي هي waste water يعني يهدر الماء. كلمة think يعتقد وكلمة learn يعني يتعلم. نمبر 3 plants النباتات need نقط to grow faster، يعني النباتات بتحتاج نقط عشان تنمو بسرعة أو بشكل أسرع. بتحتاج لإلكتريسيتي ولا sunlight ولا pollution ولا تراش. طبعا بتحتاج إلى sunlight اللي هو ضوء الشمس. نمبر 4 the English test اختبار الإنجليزي was نقط because the sentence لأن الجمل were long كانت طويلة and complicated ومعقدة. يبقى اختبار الإنجليزي was simple كان بسيط، tricky معقد أو مضلل يعني مضلل أو مخادع، ولا easy سهل، ولا quite هادئ. طبعا هنا tricky يعني كان مخادع أو مضلل، يعني كانت الأسئلة الجمل طويلة ومعقدة. This book هذا الكتاب is very نقط for learning English you must read it يجب أن تقرأه. هذا الكتاب is helpless يعني بلا فائدة، ولا ready يعني جاهز، ولا tired متعب، ولا helpful يعني مفيد أو مهم لتعلم اللغة الإنجليزية. طبعا مفيد ومعاون اللي هي helpful. يبقى الإجابة is very helpful for learning English you must read it. نمبر 6 A did you order for dinner I ordered pizza طلبت البيتزا. what when where why. يبقى طبعا هنا طبعا بيقول انا طلبت البيتزا، يبقى الشخص التاني بيقول انا طلبت البيتزا، يبقى اول واحد هيقول له what did you order يعني ماذا طلبت. نمبر 7 movie did Dareen watch last night when which who where. طبعا هنا which movie يعني اي فيلم، لان طبعا الاختيار بنستخدم which. ونقط you meet at the party yesterday who were who do who are who did. طبعا هنا لما بلاقي هنا فاعل وبعد الفعل فعل في المصدر، مصدر طبعا يعني فعل بدون اضافات، مفيش في نهايته اي حاجه ولا يكون في التصريف الثاني، يبقى انا بستخدم يا دو يا داز يا ديد. طبعا هنا انا عندي ديد وعندي دو، طب اختار ديد ولا دو؟ بشوف طبعا هنا في كلمه بتدل على الماضي اللي هي كلمه يسترداي يعني امس، فهنا نقول ديد يو ميت. يبقى هو ديد يو ميت ات ذا بارتي يسترداي يعني هو بيقول له انت قابلت مين في الحفله امبارح. Where does your father work works working worked. زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان بنلاقي does وبعدين الفاعل بنلاقي الفعل في المصدر، يبقى هنا work works working worked فعل في المصدر اللي هو work. فعل في المصدر غالبا ما بيبقاش فيه في نهايته الاس ولا ان جي ولا اي دي ولا يكون قبليه تو طبعا. What not the main goals of the meeting. ايه الاهداف الرئيسيه للاجتماع او الاهداف الاساسيه للاجتماع. هنا طبعا يجيب لي از ويجيب لي ار ويجيب لي دو ويجيب لي داز. طبعا هنا عندي از وار. لو ذا مين جول الهدف الرئيسي كانت هتبقى از، طبعا جولز هنا جمع فنقول ار. يبقى وات ار ذا مين جولز اوف ذا ميتنج. ننتقل بعد كده للواجبات المنزليه. يوسف told a نقط story that made everyone laugh. يوسف told a نقط story that made everyone laugh. complex story serious story fun story helpful story. طبعا هنا هتبقى funny story لان كلمه complex معقد وكلمه serious يعني جاد وكلمه helpful يعني معاون، تبقى طبعا funny مضحك لانه طبعا made everyone laugh يعني خلى كل واحد يضحك. We need to recycle more. نحتاج أن نعيد تدوير المزيد. to reduce لنقلل. waste النفايات. sunlight ضوء الشمس. energy الطاقة. power طاقة. يبقى هنا to reduce لنقلل waste النفايات. number 3 this picture هذه الصورة always me of our vacation in Paris
forgets me remembers me reminds me reduces me. طبعا هنا تبقى reminds me يعني تذكرني بالأجازة في باريس. we can use نستطيع نستخدم نقط products منتجات نقط to help protect the environment لنساعد في حماية البيئة. يجب أن نستخدم eco-friendly electricity environmentally friendly. برافو عليكم. طبعا هنستخدم هنا eco-friendly يعني منتجات صديقة للبيئة. my family and I أي اسم و and I بتساوي we لذلك بياخد R. بنقول my family and I are all وارد كلهم منقلقين. my ill grandparents يبقى وارد about يعني قلق بشأن. ill grandparents اللي هم أجدادي المرضى اللي هو يعني جدي وجدتي المرضى. Number 6 who not your favorite teacher when you were in high school عندما كنت في المدرسة. who is who was who were who are. طبعا هنا when you were عندما كنت طبعا دي في الماضي يبقى who was. where not they live when they were young where did where do where are. when they were young دي طبعا بتدل على الماضي يبقى نقول where did they live. ليه did؟ طبعا لان هنا في فعل في المصدر وقبليه فاعل يبقى نستخدم did ما ينفعش نستخدم where طبعا. who not the book yesterday who bought the book who buy the book who buys who buying. عندي كلمة yesterday بتدل على الماضي يبقى الماضي من buy اللي هو bought يبقى هو bought. what did فاضل last weekend يعني عطلة نهاية الأسبوع الماضية في الماضي وهنا did وفاعل يبقى ندور على الفعل في المصدر يبقى do. what time you go to school yesterday. طبعا what time برضو في فاعل هنا وفي فعل في المصدر يبقى did عشان كلمة yesterday. السؤال اللي بعده complete with the correct form of the words in brackets يعني اكمل باستخدام الصيغة الصحيحة للكلمات اللي بين الأقواس. what not you eat for breakfast every day دي طبعا مضارع كل يوم للمضارع البسيط يبقى استخدم do أو does. طبعا هنا you بتاخد do يبقى نقول what do you eat for breakfast every day. who was the teacher talk to after class yesterday. أنا الأستاذ كان بيتكلم مع مين بعد الفصل امبارح أو بعد الحصة امبارح. طبعا هنا yesterday دي ماضي يبقى نخلي was نخليها did عشان هنا did والفعل اللي هو the teacher وtalk اللي هو الفعل في المصدر. how not do Jana go to school she cycles to school. طبعا cycles ده فعل في المضارع البسيط والفعل آخره حرف اس يبقى بدل do هنخليها does عشان جانا طبعا لأن جانا طبعا دي مفرد مؤنث هتبقى she يبقى she بتاخد does يبقى هنا how does Jana go to school يبقى she cycles to school. where did the hotel you stayed at during the trip. طبعا the hotel يبقى where was. who do you go to school by bus يبقى هنا how do you go to school كيف تذهب المدرسة يبقى by bus بالأتوبيس. المجموعة الثانية whose car سيارة من do you borrow اللي انت استلفتها last weekend بتدل على الماضي يبقى هنا تبقى did. number 2 what did the doctor told him yesterday. طبعا did the doctor بيجي بعدها الفعل في المصدر من told تمام اللي هو tell يبقى what did the doctor tell him yesterday. draw this picture رسم هذه الصورة أميرة طبعا ها وتبقى هو. why does your sister walk طبعا المصدر منها wake يبقى why does your sister wake up so early the morning يعني ليه أختك بتصحى بدري في الصباح. what time was your English class طبعا هنا بنجاوب بإتس في المضارع يبقى what time بدل ما هي was تبقى is يبقى what time is your English class. number 1 what far is the nearest hospital from here. طبعا ما فيش حاجة اسمها what far في حاجة اسمها how far ما بعد المسافة. when did you finish your homework يبقى when did you finish your homework. where did you buy at the market I bought some cheese يبقى what did you buy at the market. whose pen this is طبعا هنعكسهم هتبقى is this. who is the winner of the previous competition. كلمة previous بتساوي كلمة last ومعناها السابق يبقى who was. طبعا دي الأداة الصفية والمنزلية والتقييم الأسبوعي للأسبوع الأول من الترم الثاني للصف الأول الإعدادي. وفي النهاية لو كان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بعمل سبسكرايب للقناة لو أنت أول مرة بتشوفني وتعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير ليصل لأكبر عدد من الطلاب. ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله أرد عليك على طول. شكرا ليكم كان معكم مستر عيد سالم.